السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بصوا انا بعمل بقى ايه، اكله كده ايه خفيفه جدا كده الظهر، مش الصبح. احنا فطرنا غدانا كده يعني. رحت جبت بقى ايه، فول، وجبت طعميه عجينه. انا على فكره انا بعمل الطعميه حلوه قوي في البيت، حتى انا منزلها لكم. مش هقول لكم كل اللي عملها بجد شكر فيها جدا. وعملت فول ايه، فول اسكندراني، لان بتوع اسكندريه اصلا الفول عندهم لازم يكون كده، مش عندنا احنا في مصر. وجبت بقى ايه، رحت مقشره حبه بطاطس حلوين كده. قلت اكله مش هقول لكم على الاكله دي بتاكل قد ايه، على طعمتها وحلاوتها، احلى من الطبيخ واحلى من اي حاجه. وقطعت لكم بصلايه كبيره كده، وجبت كام فص توم، وهقطعهم على البصله واسيبهم يتبلوا على النار. ومش هقول لكم على الطعامه والحلاوه، والله الاكله دي بتاكل جامد، احلى اكل. الطبيخ ما بياكلش زي الاكل ده طبعا. بس كان ناقصني البتنجان بصراحه، بس انا ما كانش عندي بتنجان وكنت كسلانه انزل. انا ما صدقت ان عربيه الفول فايته كنت جايبت منها. وقلبت البصلايه كده بالفصين التوم، وكنت محضره بقى طبعا ايه الخضره، حزمه بقدونس، وقطعت كام قطيه كده، قطيتين كده حلوين تقطيع. انا ساعات بحصرها على فكره في الخلاط. بصوا حتى قطيه نزلت مني سليمه، بصوا بصوا. اوعوا تضحكوا عليا، انا ناسيه القطيه اصلا. اقلبها بقى واسيبها تدبل. وجبت نص قرن فلفل ايه بس حامي قوي، مرضتش اكتر عشان ايه ولادي ما بيحبوش الفلفل الحامي. قطعته على التخديعه بتاعتي اللي انا بخدعها للفول. ابني كان واقف معايا عايز ياكل، بص واقف معايا في المطبخ مستني الاكل لما يخلص، لان هما بيحبوا الاكله دي. هما اديهم الاكل ده والاكل النواشف، البانيه المكرونه، مش عايزين طبيخ ولا عايزين اي حاجه. هقلبه بقى كويس. انا جايبه كيسين فول يا حبايبي. ابني بيقول لي كفايه كيس يا ماما، قلت له لا اعمل الاتنين عشان يقضونا. وحطيت ايه الملح الحدق بتاعي، يعني الحدق بتاعي اللي انتوا عايزينه حطوه طبعا، وشويه كمون. انا حطيت له بقى ايه كده، ايه حبه ملح فكرته كمون، ورحت المهم حطيت تاني. شفتوا بقى الهبل اللي انا فيه. وحبه ميه عشان هيجي حادي انا متاكده، يعني عشان ايه الملح جت كميه جامده. وجبت بقى بصوا يا حبايبي الطعميه، جايباها اكياس اهو يا حبايبي. والله انا نفسي الكاميرا مش عارفه اظبطها عليا ان انا هي تصورني وانا يعني ابقى واقفه قدامكم، مش عارفه اعملها. بصوا اكلي بقى بعد ما خلص، بصوا الفول وحلاوه الفول وجمال الفول، الفول المقلي، وبطاطس محمره وخيار مخلل. كانت بنتي خللته وكانت عرضته كده. انا كده كده ممنوعه عن اي حوادق بصراحه. وهو دي نقلت الطعميه. انا جعانه بصراحه، وابني واقف لي بصوا مسخن العيش، خرجه من الميكرويف ومستنيني ان هو ياكل. انا جعانه زيه على فكره.